هذا الشخص من جماعة الأرض المسطحة، فيسأل سؤال يقول: إذا كانت الأرض كروية وتدور حول نفسها، ليش المنطاد أو الطائرة ليش ما يوقفون بمكانهم وتنتقل بهم لمكان ثاني؟ مثلا هو طار بالعراق فجأة ينتقل لأمريكا، يعني هو واقف بالجو ينتقل لأمريكا، ليش؟ بسبب إنه الأرض تدور حول نفسها. الجواب هو قانون نيوتن الأول: الجسم الثابت يبقى ثابت، والجسم المتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر به قوة تغير من وضعه. أنت مثلا صاعد بسيارة، هاي السيارة تمشي بسرعة منتظمة، أنت ما راح تحس بيها. وكذلك إذا أنت مثلا صاعد بسيارة كوستر كبيرة وطفرت، هاي القفزة مالتك من راح ترجع يعني سطح السيارة راح ترجع بنفس المكان اللي قفزت معه، ما راح تنتقل لمكان ثاني. وكذلك إذا عندك مثلا طيارة درون وطيارتها داخل هاي السيارة، ما راح تنتقل هاي الدرون لمكان ثاني. بسبب ليش؟ شنو هاي الأسباب؟ الأسباب إنه أنت والدرون وسائق السيارة والكراسي وإلى آخره كلكم ضمن حيز السيارة، فكلكم خاضعين نفس السرعة اللي تمشي بيها السيارة. وكذلك المنطاد والطائرة، فهن ضمن حيز الأرض، لأن هي تطير بالهواء، هواء تابع للأرض، الغلاف الجوي تابع للأرض، فكل إحنا خاضعين للسرعة اللي تسير بها الأرض حول نفسها، وهي 1660 كيلومتر بالساعة.